اهلا بيكم. معاكم محمد السيد في بيل درافت. النهارده هنتكلم عن ماتشات الاسبوع الثالث في الدوري الانجليزي. والله بص، الاسبوع ده يعني غريب شويه. يعني انت لو ماشي وبتعمل حاجات اللي الناس كلها بتعملها هتلاقي نفسك جايب النقط بتاعت الافريج. يعني ما فيش حد عندك فرقع او جاب نقط مش متوقع. ولو ماشي عكس الناس هتلاقي نفسك جايب نقط كتير، لان اكتر الناس اللي عملت حاجات الاسبوع ده نسبه ملكيتها قليله. اللعيبه كانت بعيده عن السبوت شويه يعني مين كان يفتكر ان كاش ممكن يجيب جولين، او جوستو تشيلسي ممكن يعمل اسيستين وياخد الكلين شيت ويطلع بالنقط دي كلها. ستيرلينج احنا قلنا عليه في حلقات التوقعات وبس، برضه نسبة ملكيته ضعيفة وقليلة عند ناس كتير. في حاجات الاسبوع ده برضه، يعني بعد تالت اسبوع في حاجات عرفناها عن فرق وثبتت لينا ان في فرق مستواها كويس، في فرق خلاص ده اقصى حاجة هي ممكن توصل لها، في فرق عرفنا ان هنتارجت اي حد بيلعبها. فدلوقتي هنتكلم عن ماتشات الاسبوع الثالث بالتفصيل كده ماتش ماتش، والهنتس الصغيره دي هنقولها واحنا بنتكلم. طيب الاسبوع ابتدى اول حاجه ماتش تشيلسي ولوتن تاون. الماتش دوت كان في الستانفورد بريدج. الطبيعي الناس كلها كانت مستنياه ان تشيلسي تكسب الماتش ده بسكور كويس. ده اللي حصل، تشيلسي كسبت 3 مفيش اي صعوبه. لوتن فرقه ضعيفه مهلهله، مستواها صعب، يعني ما يأهلهاش ان هي تلعب في البريمير ليج. شايف بشكل كبير ان لوتن تاون هي الفرقه اللي هتارجت اي حد هيلعبها. هنبتدي نفكر بعد كده نشوف ايه اللي بيبقى سهل قدام لوتن تاون والناس اللي ممكن نبتدي نعتمد عليها. هتلاعب لوتن تاون الاسبوع الجاي، دي اول حاجه. ثانيا الماتش ده ماتش تألق ستيرلينج وجوستو. احنا زي ما قلنا ان ستيرلينج هيتألق الاسبوع ده، وبرده شرحنا ان هو الراجل كان الاسبوع اللي فات قصاد ويست هام اللي هي بان دفاعها قوي، كان من اكتر اللعيبه اللي لمست الكوره جوه ال 18 وبسبب في بلانتي، وان الكلام ده هيترجمه قصاد لوتون تاون، خصوصا ان لوتون تاون فرقه دفاعيه وكانت واقفه في منطقتها اغلب وقت الماتش. وده ساعد ستيرلينج في الجون زي ما شفنا في الجون الاول والجون التاني والاسيست اللي عمله لنيكولاس جاكسون. نفس الكلام نيكولاس جاكسون، انا الراجل دوت كنت مستني ان هو يعمل حاجه اكتر من كده بصراحه يعني. الراجل لسه برضو رجليه ما تقلتش شويه في الملعب، عنده سنة كده اللي هي قله خبره. يمكن لو عارف يتحكم في الفرص بتاعته وعارف يترجمها بشكل اكبر لاهداف الموضوع هيفرق معاه جدا. جوستو تألق اللعيب الواد بأربعة، دلوقتي زيادة 4-1، لعب مكان ريس جيمس، قدر ان هو يعمل اسيستين. شايف ان هو صفقة رابحة في دفاع تشيلسي، خصوصا ان الماتشين اللي جايين لتشيلسي كويسين ممكن يعملوا فيهم كلين شيت. الناحية التانية تشيلويل كان ممكن يجيب جول، تشيلويل كان ممكن يطلع بنقط اكتر من كده، مش عارف. هو حتى قال بعد الماتش ان هو محتاج يشتغل على التسديد اكتر. ماديسون هزر معاه وقال له ان انت محتاج تشتغل على قرار التسديد مش التسديد ذات نفسه، لان فعلا في كوره جت لشيلويل في قلب ال 18 كان ممكن يلعبها بشماله على طول في الجون، بس هو قرر ان هو يلعبها للي جاي. كانت اسيست من جاكسون. فاتمنى ان تشيلويل يعني يعمل احسن من كده الماتشات اللي جايه، خصوصا ان هو عند ناس كتير ومن الناس على طول اللي احنا بنقول ان هي من المتوقع ان هي تجيب نقط غير الكلين شيت، ان هي بتلعب في مركز يعتبر مهم واعلى من الاكسبكتيشن اللي المفروض يجيبها كل اسبوع. ودلوقتي بعد ما خلصنا ماتش تشيلسي هنخش بقى على اول ماتشات يوم السبت، وهو ماتش توتنهام وبورنموث. والله الماتش ده يعني زعلني، انا كنت مستني ما تشارلسون يعمل حاجه، مش عارف ابيعه ولا اخليه ولا اعمل ايه. بصراحه كان ممكن تشارلسون ضيع فرصتين محققين جدا، يعني ان هو يترجمهم لاهداف. اداؤه سيء، مش عامل لينك بين الدفاع الدفاع مش عامل لينك في الخط اللي قدام، تحسه كده مهزوز وهو بيتحرك، على عكس تماما ماديسون راجل نجم الفرقه بيثبت ان هو الصفقه الرابحه. الفرقه ادائها
رائع بصراحه. فاز على الماتش بالارقام، باين ان هم عاملين 17 هجمه، 6 على الجون، بحيث ان بورنموث عملت 11 هجمه بس، منهم 3 بس على الجون. الفريق بقى شرس هجوميا جدا. كان ممكن الاثنين دول يبقوا 3 و4. ماديسون بيفضل على التألق بتاعه، ان هو مشارك في 18 جون في اخر 20 ماتش. كان ممكن يطلع اكتر من كده لولا ريتشارلسون والهبل اللي كان بيعمله. ايدوجا بصراحة متألق جدا. الراجل ده احنا قلنا عليه في التوقعات، بيثبت ان هو باك شمال كويس ومخيبش التوقعات بتاعتنا. الراجل بيلعب مع سون، ولما سون بيفتح الخط لبره هو بيضم الجول او هو جوه ال 18. ده اللي حصل في كرة الاسيست اللي عملها. برضو ماتشات توتنهام لسه سهله، ونستنى من الراجل ده ان هو يعمل حاجات قدام. ريتشارلسون لو عندك تخليه او تبيعه، انا شايف ان اعتقد كفايه عليه كده. انا مش عارف بصراحه، انا عندي مراكز تانية في الفرقه، فريقنا محتاجه تتغير، بس ريتشارلسون مش عارف اعمل فيه ايه. هو الراجل الماتش دوت شاط 4 كور على الجون، منهم 2 فرص محققه للتسجيل يعني. كان ممكن اي واحده فيهم تيجي. مش عارف الوضع لسه مع توتنهام هيبقى ايه. لسه الماتشات اللي جايه سهله وهنشوف الفرقه بشكل احسن، بس شايف ان ماديسون اهم واحد في الفرقه دي حاليا. بعد ما خلصنا ماتش توتنهام نخش دلوقتي على تاني ماتش، وهو ماتش ارسنال وفولهام. حقيقي الماتش ده ابتدى بدايه غريبه. اول كام ثانيه في الماتش فولهام قدرت تخطف جون بغلطه، بيريرا حط الكوره، بعديها بقى في شراسه هجوميه كبيره من الارسنال. قدروا يعملوا في الماتش ده 19 هجمه، منهم 10 على الجون، في حيث ان فولهام ما قدرتش تعمل 7-8 هجمات على بعض. الفريق قدر ان هو يرجع بالنتيجه ويتعادل ويتقدم بعد تغييرات ارتيتا، بعد ما كان هو يعني سبب ان النتيجه تبقى مقلوبه كده في الاول. لسه هو برضو مش ثابت على رتم الفرقه. الخط اللي قدام تحس ان فيه لخبطه كبيره، مش عارف الوضع ده هيفضل كده لحد امتى، وهو عايز يوصل ليه بالظبط. لسه برضو مش قادر يعتمد على جابرييل كاساسي، وشايف ان تونياسو وكيور ناس اهم منه ابدا ان هي تلعب. مش عارف هل بعد الماتش ده يبتدي يعيد حساباته في موضوع جابرييل ده ولا لا. نفس الكلام في الخط اللي قدام، كاي هافرز كان سيء جدا، تروسارد كان بعيد جدا برضو ومتلخبط مش عارف يلعب فين. كل دي حاجات خلت اداء الارسنال بالسوء ده، رغم ان هو قدر ان هو يتعادل ويتقدم. ساكا جاب ضربة الجزاء، نيكيتيا جاب الجون التاني. ساكا عمل حاجات كويسة يعني، هي ضربة الجزاء برضو كنا مستنيين ان هو يعمل حاجة اكتر من كده، خصوصا قدام دفاع فولهام اللي برضو قلنا ان رجوع بالينها هيفرق في دفاع فولهام جدا، لان الراجل ده هو اللي اهم واحد عندهم، بيلعب قدام خط المدافعين، وهو اللي بيتحكم في رتم الفرقة الدفاعي، حتى لدرجة ان الراجل قدر يجيب جول التعادل في الاخر، وهو لعيب مهم جدا لفولهام. مش عارف ازاي الفرقة الكبيرة ما فكرتش فيه يعني. شايف ان بالينها ده بالنسبة للليفر ممكن يحل أزمة في المركز اللي ضايع عندهم ده. وبس كانت ماتش الأرسنال بصراحة كنا مستنيين حاجات أكتر من كده من ساكا. مارتينيلي بعيد، الفرقة هجوميا لسه ما اتظبطتش، لسه في حاجات محتاجة وقت. نيكيتيا خلاص خسس ورجع من الإصابة، مش عارف هل هيفضل يعتمد على نيكيتيا أساسي، بس ما أعتقدش. خلاص أعتقد إن خسس هيرجع ياخد مكانه تاني، خصوصا ان نيكيتيا لما بينزل صب بيبقى قاري الجيم اكتر وبيقدر ان هو يشارك في اللعب بشكل احسن. وخلصت صدمة ماتش الارسنال، وهنخش على ماتش تاني وهو مان يونايتد ونوتنجهام فورست. الماتش كان في نفس وقت ماتش الارسنال برضو كالعادة. اليونايتد الماتش ابتدى 2-0 في اول 10 دقايق، متعرفش ايه اللي حصل، كور غريبة. نوتنجهام فورست فرقة على فكرة كويسة جدا، ليها سيستم كده، ايواني وجيبس وايت، والهجوم بتاعهم بيعرف يوصل للجون بطريقة سلسة. الكور المرتدة واللعب السريع بيسهل على الفرقة دي حاجات كتير. قدروا ان هم يجيبوا جونين، بس بعد كده اليونايتد حاول ان هو يرجع للماتش وقدر ان هو يفوق نفسه شوية. راشفورد على الطرف كان اخطر بكتير من ان هو بيلعب في القلب، قادر يتحرك براحته، قادر ياخد مساحته، يضم من الملعب لجوه. قدر بالحركه دي ان هو يعمل اسيست الجون الاول لإريكسن، ويكون سبب في ضربه الجزاء اللي جابها برونو فرنانديز.
حتى الجون التاني اللي برونو عمل الاسيست بتاعه كان بري اسيست راشفورد، بحيث ان هو برده كانت جمله متدربين عليها، الراجل كان اخد مساحه ان هو يعرف يرفع الكره ويلعبها. اعتقد ان برونو هو كان نجم المباراه، برونو جون واسيست، وقدر ان هو ياخد ال3 نقط البونص. اتوقع ان برونو وراشفورد هيبتدوا يجيبوا نقط ويرجعوا لمستواهم. اليونايتد عنده ماتش الجاي صعب قدام ارسنال، مش عارف لسه، هيبان لسه الفرقه بشكل احسن. في مشاكل دفاعيه كبيره جدا في اليونايتد، شايف ان انت ما تعتمدش على دفاعهم خالص حاليا. نستنى لسه ونشوف اكتر كمان لما يبقى المهاجم الجديد موجود، شكل الفرقه الهجوميه هيبقى عامل ازاي. كده بعد ما خلصنا ماتش اليونايتد هنخش على ماتش تاني من الماتشات اللي كانت بتتلعب يوم السبت، وهو ماتش كريستال بالاس وبرنتفورد. انا الماتش ده توقعت ان هو زي ما قلت 0-0 1-1، لان الفرقتين كورتهم قريبه من بعض، نفس تقريبا اسلوب اللعب اللي هو الدفاعي، اللعب على التحولات، الكور الطويله، الكور العاليه، يعني الاتنين بيلعبوا نفس الطريقه تقريبا. الماتش فعلا زي ما توقعت مفيش فيه جديد يذكر. بومبيمو ما بانش طول الماتش، بومبيمو وويسا ولا شوطة على الجون الاتنين مع بعض. الفرقة كانت ضعيفة جدا، مش ضعيفة بس الأداء ما كان لا يذكر. ايزي بيواصل نفس المستوى، في 3 ماتشات 16 شوطة على الجون، 2 فيهم اون تارجت و9 فرص محققة للتسجيل، بس ما فيش فيهم ولا نقطة. انا شايف الراجل ده لو عندك استنى عليه، لان الانفجار بتاعه جاي، يعني ما جابش دلوقتي هيجيب. بعد ما خلصنا ماتش برينتفورد وكريستال بالاس هنخش على ماتش من ماتشات يوم السبت اللي محدش حس بيه ولا حد اتفرج عليه ولا حد كان مستني اي حاجه منه، وهو ماتش ايفرتون وولفز. انا دخلت اشوف الهايلايتس بتاعت الماتش ده، قلت ان هي هتبقى 30 ثانيه مثلا ولا حاجه، ما اهتمتش ان انا اتفرج عليه بصراحه. الماتش خلص 1-0 للولفز. بس اكتشفت في الماتش ده ان ايفرتون عملت هجمات كتير جدا، الفرقه بصراحه قدرت توصل للجون، بس مفيش اي نسبه تهديف للماتش الثالث على التوالي. ايفرتون ولا جون في الدوري، مش عارف الفرقه دي هتقعد في الدوري ازاي السنه دي. الناحيه التانية وولفز دفاعها صعب جدا، يعني الفرقه بيجي فيها كور بيجي عليها هجمات بكل الطرق. برضو مش عارف الفريق ده هيقعد في الدوري ازاي السنه دي، او هيكمل ازاي الماتشات اللي جايه بعد كده. وولفز قدرت تخطف الماتش في الاخر. شايف ان هو ماتش يعني مفيش حد بتارجته، مفيش حد تفكر فيه، مفيش اي لعبه في الفرقتين ممكن تشوف منهم حاجه بعد كده. حاجه بتاع ايفرتون اللي كنا مستنيين منه حاجه، لا الدفاع مش حلو خالص، الفرقه بتعاني بشكل كبير. وبعد ما خلصنا ماتش ايفرتون هنخش دلوقتي على ماتش والله يعني كنا مستنيين حاجات منه كتير بصراحه، هو ماتش برايتون وويست هام. طيب خلينا بقى نبقى ثابتين على حاجه كده، برايتون فرقه قويه جدا، هجومها قوي جدا، بتعمل هجمات كتيره جدا جدا جدا. الماتش ده برايتون عامله 26 هجمه، منهم اكتر من 10 على الجون، اكتر فريق عمل فرص على المرمى بعد السيتي الاسبوع ده، او مع السيتي تقريبا. بس لو فرقه اللي هتلاعب برايتون فرقه زي ويست هام، فرقه زي ممكن نقول مين تاني، كريستال بالاس، برينتفورد، فرقه مش هتضغط عالي، اي فرقه من دول هتتعب برايتون مبدئيا. الماتش دوت ويست هام عملت 12 هجمه، منهم 6 على الجول، 6 فرص محققه، فنسبه كبيره جدا عاليه، وقدروا يجيبوا منهم 3 جوان. فده معناها ان دفاع برايتون على قد ما الفرقه قويه هجوميا، بس الموضوع ده بيصعب عليها الدفاع، يعني الفرقه بتهاجم بعد لعيبه كبير، بتطلع بتتحرك لقدام كلها. الباكات ستوبينيان بيبقى طاير تقريبا، فبيبقى فيه مساحات كتيره قوي في ظهر اللعيبه عندهم، في ظهر خط الدفاع، فبيسهل اللعب قدام الفرقه الثانيه. لو تاخد بالك ال3 جوان بتاع ويست هام تقريبا لعبه متكرره، كره طويله ولعيب جاي من بعيد بيقابلها. لو جاي نتكلم عن ويست هام، فبصراحه الفرقه لتاني ماتش بتثبت ان هي ليها طريقه لعب معينه وثابته، وهتفضل مكمله بيها قصاد الفرق اللي اعلى منها. قدرت ان هي تكسب تشيلسي بنفس الطريقه،
قدروا ان هم يتغلبوا على برايتون بنفس الطريقه، معاهم دلوقتي 7 نقط زيهم زي الفرق اللي فوق في الجدول. اعتقد ان ويست هام السنه هتبقى فرقه كويسه جدا. اشتروا خلاص قدوس، مش عارف قدوس هيجي يلعب فين، هيخش مكان مين في التشكيله، بس هو لعيب متعدد المراكز، بس هو يعني اهم مركز ليه هو الرايت وينج اللي فيه اصلا بوين، فمش عارف هيلعب بالاثنين ازاي مع بعض في نفس التشكيله، ده هنشوفه مع الوقت. بوين تألق واريولا تألق، قدر يعمل 9 سيف، بصراحه الراجل هو اللي انقذ ويست هام ودفاع ويست هام. الناحيه التانية مارش، ميتوما كانوا بعاد جدا. فيرجسون هو كان اهم لعيب او اكتر لعيب هدد المرمى في برايتون الاسبوع ده. فيرجسون كان اكتر لعيب هدد المرمى الماتش ده، قدر ان هو يعمل 4 تسديدات على المرمى. بيدرو عندي وكالعاده برضو نزل على الدقيقه 60 ولا اي مساهمه هجوميه ولا اي حاجه، والراجل بيلعب احتياطي. الماتش ده اتلعب ويلبك وفيرجسون هما اللي قدام وبيدرو كان بره، مش عارف لسه هو مش شايف ان بيدرو قدر يبقى انفولفد اكتر في المنظومه الهجوميه بتاعت الفرقه، او ان هو لسه محتاج وقت، ان الراجل لسه جديد، فلسه هيبان الموضوع دوت بعدين. والله ماتشات برايتون الصعبه هتبتدي من الماتش الجاي، هيلعبوا نيوكاسل، ومش عارف ساعتها ممكن جواو بيدرو يفضل موجود عندي ولا لا، خصوصا ان دفاع نيوكاسل رخم وتقيل، في الحين ان ويست هام الماتش الجاي عندها لوتن تاون. ممكن نبتدي نفكر في ناس زي بول، لو عايز حد في الهجوم ممكن حد زي انطونيو، ممكن نشوف الفرقه ونبتدي نبص لويست هام وورد براوس، ان الفرقه اعتقد يعني ليها شكل كويس السنه دي. نخش دلوقتي على ماتش، اول ماتش في يوم الاحد، وهو ماتش بيرنلي واستون فيلا. بيرنلي واستون فيلا، انت متخيل ان الباك اليمين بتاع استون فيلا شايط 5 شوطات منهم 3 في الجون، 2 منهم دخلوا جون. ده ملخص حياة مات كاش في الماتش ده. مفاجأة، صدمة، حاجة يعني رهيبة. أنا الماتش ده توقعت إن لوكاس دين هو اللي هيتألق، يعني هو اللي هيبقى مشارك في الهجوم بشكل أكبر، بس الماتش ده بايلي ما لعبش، ولما بايلي هو اللي كان بيلعب قدام كاش، فلما بايلي ما لعبش ده اللي ادى فرصة لكاش إن هو يتقدم أكتر. كورتين من جوه البوكس، يعني كأنه بيلعب مهاجم. في نفس الوقت دوت كان في واتكنز كالعادة اسيست، هما ال3 نقط اللي بيجيبهم كل اسبوع. قلت قبل كده ان خلاص واتكنز مش هيبقى هو التارجت مان بتاع الفرقة، ان خلاص نقطه بقت متوزعة على لعيبة كتير، ديابي بيعمل، باي لما بيلعب بيعمل، كاش ولوكاس ديني حتى بيشاركوا في الهجمة، الضربات الجزاء بقتش معاه، بقت مع دوجلاس لويز، فما تستناش ان واتكنز يبقى بتاع زمان، في حيث ان الراجل اللي تألق هو ديابي الماتش ده جون واسيست، الراجل كل مرة بيعمل اسيست دلوقتي، الموضوع تطور معاه شوية، اللي ابتدى بيه من اول السيزون لازم يتأكد ان هو اختيار كويس جدا. الراجل تقريبا كل اسبوع بيعمل حاجة وبيثبت ان هو صفقة رابحة بالنسبة للفرقة، وصفقة رابحة ان انت تحطه في فريقك. خلصنا ماتش استون فيلا، هنخش دلوقتي على ماتش مان سيتي وشيفيلد يونايتد. والله هالاند ضيع بلانتي، هالاند ضيع جوان كتير، هالاند بهدل الدنيا الماتش ده، بس في الاخر جاب جون. في ماتش السيتي عمل فيه 30 فرصة منهم 9 على الجون، عدد فرص غزير، وفي الاخر شيفيلد اتعادلت 1-1، وقدر رودري ان هو يجيب جون في الاخر. رودري انا قلت قبل كده الراجل ما بيشاركش في الهجمات بشكل كبير، الريتمات بتاعته ان هو بيبقى في نص الملعب اكتر، بس الواضح ان لما بيلعب مع رودري، كوفازيتش وبرناردو، ده بيدي فرصة ان هم يعملوا زي روتيشن في نص الملعب، ناس بتتقدم، ناس بتثبت، ناس بتتحرك، يعني كل مرة بنشوف واحد اكتر غير التاني مكمل مع الهجمة. وفي الاخر كان السيتي محتاج ان هو يكسب، ف ادى الافضلية الهجومية للعيبة كلها. فودن كنت مستني ان هو ينزل اساسي يعمل حاجة الماتش دوت، الراجل حتى لما نزل فرق مع الفرقة بشكل كبير. دفاع السيتي كالعادة اقل هجمه بتضيع الكلين شيت، اي نفخه في الدفاع بتاع الفرقه دي بيضيع الكلين شيت، مع ان المفروض كانت من اعلى نسب الفرقه ان هي تعمل كلين شيت الاسبوع دوت والكام اسبوع اللي جايين هي السيتي، بس المشكله ان الموضوع مش في امان، يعني غير الروتيشن بتاع لعيبه نص الملعب، ان الكلين شيت بقى بيروح بحاجات
هبله. السيتي لسه عنده الماتشات اللي جايه سهله، لو عندك نسبه للسيتي خليها. اكانجي ما لعبش الماتش دوت، هيلعب الماتش الجاي. اعتقد وولكر بعد الغلطه اللي غلطها دي ممكن الماتش الجاي ما يكونش اساسي، عشان انت عارف جوارديولا ملوش امان، وعنده موضوع الروتيشن ده زي السلام عليكم. الفاريز برضو كان كويس الماتش ده، كان ممكن يبقى اسيست اللي هو بتاع ضربه الجزاء، ولو ضربه الجزاء دي كانت جت كانت فتحت الماتش بدري، يعني كان قدر السيتي ان هو يفتح الماتش اكتر من كده. بس الناس اللي مكابتنه هالاند، انا تاني اسبوع، لو انت زعلان ان ضربه الجزاء ضاعت، انا تاني اسبوع الكابتن بتاعي ضيع ضربه جزاء، دي لوحدها شكرا. بعد ما خلصنا ماتش السيتي هنخش على اخر ماتش في الاسبوع ده، وهو ماتش ليفربول ونيوكاسل. ماتش الليفر ونيوكاسل ماتش غريب، رخم، تقيل، يعني غلطة في الأول من صلاح وأرنولد، نيوكاسل تبقى كسبانة 1-0، بعديها بشوية طرد الفان دايك. الماتش المفروض بقى سهل لنيوكاسل وفتح. نيوكاسل قدرت إن هي تعمل 23 هجمة، منهم 7 على الجون. شوطة الميرون اللي أليسون طلعها، متعرفش طلعها ازاي. في كمان غير الشوطة دي، في بعديها الكرة اللي جت في العارضة، وكده نونيز بينزل ومن لا شيء بيقدر يجيب جون. اتحسب الاسيست الاولاني، اتحسب الاسيست بتاع الجوتا، والجون التاني اتحسب الاسيست بتاعه لصلاح، وان هم يقلبوا الماتش على نيوكاسل ويكسبوا 2-1. ماتش بصراحه غريب جدا، يعني مش فاهم النتيجه اتقلبت كده ازاي او ايه اللي حصل. برضو لسه على كلامنا، نيوكاسل فرقه قويه جدا ومنظمه، مش معنى ان هي خسرت الماتش ده ان هي مش قويه، لا، الفريق السنه دي هيلعب على التوب فور وهيتعب الفرق اللي جايه، الفرق التقيله، وهو الماتش الجاي عندهم ماتش مع برايتون هيبقى جامد جدا. على الناحيه التانيه الليفر الفرقه دفاعها سيء جدا، غلطات من الخط كله. كوناتي ما كانش موجود الماتش اللي فات، ارنولد غلط، فان دايك اتطرد، روبرتسون الناحيه التانيه لا حول ولا قوه. نص الملعب اندو الصفقه الجديده ده تقيل جدا ولعيب صعب جدا، مش قادر يجري ريتم الدوري الانجليزي، لازم صفقه تقيله في نص الملعب. الخط الهجوم ملخبط الاول، برضو كالعاده بعديها نقل صلاح هو المهاجم، ومش عارف ابتدى بجاكبو وبعد كده طلع جاكبو ونزل جوتا وبعد كده نزل نونيز، ودياز لما هو طلع لما الطرد حصل. اللخبطه اللي في هجوم الليفر دي مضيع شكل الفرقه بشكل كبير، مش عارف الاداء بتاعهم سيء، يعني مش معنى ان هم كسبوا الماتش ده ان الليفر كويسه، لا، الفريق مش حلو، يعني شكله في الملعب حتى سيء برضو، مفيش قوه الليفر اللي كنا متعودين عليها في اخر كام سنه. صلاح قدر ان هو يعمل اسيست كده، صلاح كل اسبوع 5 نقط، مش عارف الموضوع دوت ثابت معانا طول السيزون ولا ايه. بعد ما خلصنا ماتشات الاسبوع دوت، في ناس قلنا ان هي تتألق زي ستيرلينج، قلنا لوكاس دين، قلنا طبعا راشفورد وساكا بحيث ظروف الماتشات بتاعتهم. في ناس ما تألقتش زي سولي مارش، وطبعا نيكولاس جاكسون كان كويس جدا. هالاند قدر ان هو يجيب جون بعد ما ضيع ضربة الجزاء. اسبوع كان نوعا ما مش احسن حاجة ومش اوحش حاجة برضو، انت لو عندك حاجات ديفرنشال في فرقتك هتلاقي نفسك جايب بيها نقط، ان اغلب الناس اللي تألقت نسبة ملكيتها ما تتعداش 10%. بس كده دي كانت كل حاجة معانا في حلقة النهاردة. استنونا المرة الجاية، هننزل التشكيلات المتوقعة للأسبوع الرابع. أتمنى أن انتوا تكونوا بتستفيدوا مننا، وأتمنى أن المحتوى بتاعنا يكون بيعجبكم، وإحنا بنحاول نتطور كل مرة أكتر من اللي قبلها. وبس كده، دي كانت كل حاجة، وشكرا.